القلب يا اخوان، يقول ابن القيم عنه: إن بالقلب فراغ ما يملاه إلا ذكر الله. وأسعد القلوب، خذها قاعدة بعقلك وطبق، لا تسمع بس. أسعد قلب ملء بالقرآن، وأتعس قلب عاشق الحب، وخاصة حب المردان والمرعان بالعربي الفصيح. أباك تسمع الكلام ترسل للشباب. يقول ابن القيم: من تعلق بالمردان سقط من عين الله. قسم بجلال الله أعرف شاب في أحد المناطق حفل شاب وبعض الشباب طابين فيها: حبني وحبك. حب وضمضمة، يا الله وين الرجولة يا أخي؟ إذا راح الدين وين الرجولة؟ كيف يسقط من عين الله؟ حب وزحمه مع بعض ولبسنا سوا ونطلع سوا وضمضمه وشفشفه وخرابيط. مع هالحب ذا يا اخوان، والله لنا اكثر من 8 سنوات نعالج هالقضايا. قسم بالله العظيم ان نهايته اذا متى النهايته معروفه. قسم بالله نهايته تنزل الراس، يا خطف يا قتل يا انتحار، الا نعم او سوء خاتم المصيبه. والله العظيم هذا الشاب مثل ما ابو حنان سوى الخاتم وشوف كيف حب الشوق تعلق. يا غبي طيب له نهايه، ليش تتعلق بشيء سراب بيروح منك؟ ليش تعطي قلبك غيرك؟ ليش قلبي يصير اسير قد غيرك؟ معه اخر شيء يا اخوان، سحب عليه سيفون البرع ذا. قلب وجهك يلا، ايش ذلك؟ قلب وجهك وراح دور واحد ثاني يركب مع واحد مع ربع. انا الوالد الحق سيارات رايح جاي، الشباب من سياره لسياره معاه وركب. جاء الخبر الخوينه العاشق، والله يا اخواني ولد طيب، لكن خطوات الشيطان تعلق مره ناظره شيء لما تعلق منه. والحب يا اخوان قد يقتل. والله يا اخواني قام يعبي، يقول قدام اخويا عبي مسدس، يقول اخويا ما احنا متوقعين، حط المسدس بجيبه ويمشي يدوره. لقى ابو فيه وقدام الناس دخل قال: انت تبيني ولا تبي فلان؟ شوف وين العقول والله، تبيني ولا تبي فلان؟ شوف انتكاسة الفطرة. وين عن حديث ابن عباس؟ يقول ابن عباس: من مات ويفعل اللواط ولم يتب يمسك في قبر خنزير، يتحول بقبر خنزير. جاء من حديث رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح وثقات من حديث ابو هريره: لعن الله عز وجل 7 من فوق 7 سماوات. وردد على اللوطي 3 مرات: لعن الله من عمل قوم لوط 3 مرات. ثم يجي دارنا يقول: تبيني ولا تبي فلان؟ شوف المذله، شوف الذل كيف. نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين من هذا المرض. والله إنه مرض، والله إنه مرض الشيخ أعظم من مرض السرطان، إنه مرض القلب. ذكر الله بالقرآن: يمرض قلبك وش يعالج؟ أنت لو وجعك راسك في فتوى صح؟ لو وجعك قلبك وننزل من القرآن ما هو شفاء لما في الصدور. جاء الشام: تبيني وتبي فلان؟ قال: ايش تبغى انت؟ خلاص ما بيك، ابغى فلان. بعض الناس يا اخوان الله المستعان اصبح يا شيخ المرء ارجل منه. لا ابي فلان، انا ابي فلان. بكره ما يكبر قام ويجيه عيال قسم بالله يقولون اخويا قدام الناس، قال: اقول لك تبيني ولا تبي فلان؟ الولد طالع قال: لا ابي فلان. خلاص ما ابغاك يا اخي، قصبي. قسم بجلال الله حط مسدس ورمى نفسه، قسم بالله قتل نفسه. كيف يلقى الله بكره؟ اسمع الله عز وجل شنو يقول: اسال الله ان لا تطبق الايات على شبابه. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ
الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم. اسمع يا الحبيب للعاشق، يسمع يا اللي ما تبي تتوب عشان فلان والمعصية فلانية. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليتني اقتديت بالحبيب صلى الله عليه وسلم. يا ويلتى يصيح بأعلى الصوت يا ويلتى يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ليش؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. طيب يا ربي أنا متعلق، يا ربي أنا عندي مخدرات يا ربي، طيب يا ربي أنا أخي أمي تدعي علي الليل والنهار يا ربي، يا ربي في ناس متعلقين فيني يا ربي، يا ربي أنا طفشت يا رب، أنا زهقت يا رب، يا ربي أنا معاصي ذنوب لليل يا رب، يا ربي رجعتني تقبلني يا شيخ الله، أرحم فيك من أمك. الله يناديك الليلة هل من تائب أقبله. الله يقول إني أبسط يدي بالنهار ليتوب مسيء الليل. الله يقول يا ابن آدم لو وصلت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت ما كان منك ولا أبالي. الله أمل فرعون 40 سنة، الله أمل النمرود 400 سنة. ربنا كريم يا إخوان، أعطاك سمع وأعطاك بصر وأعطاك نعمة وأعطاك قلب، ليش نعصيه يا شباب؟ وش سوى لنا الله حتى نعصيه؟ ليش ما نركع له ونسجد له؟ ليش يا اخوان؟ انت في نعمة وغيرك في نقمة، انت اكل غيرك جوعان، انت اشرب غيرك عطشان. ليش نعصي الله؟ ليش ما مش قصر معنا الله؟ ليش ننكر وجود الله؟ بعض الشباب ينكر وجود الله يا اخوان من زود المعاصي والذنوب. قبل امس راسنا شاب قل الله مو موجود، قسم بالله سعودي قال الله مو موجود. ضحكون علينا انتم. قال دين ايش يا رجال؟ قام يتكلم ما نفخت عليه، انقلع يلي فيك اقلب وجهك يا فاسق يا لا مسكين ذا مريض. قال طيب ارسل اللي عندك. خلصت؟ قال لي خلصت. يا زين القرآن يا اخي، فطرة على الفطرة، كلمتين 3 رسالتين 4 تذكير شرحت له، مسكين طلع غافل. مرسل لي يا شيخ كيف ادخل بالاسلام؟ اي والله يا شيخ كيف ادخل بالاسلام؟ قلت الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا
إنه هو الغفور الرحيم